إيش فائدة القرآن إذا كنا نقرأ القرآن ولا نتبعه؟ بعض الناس القرآن يقراه وينفث، وإذا مات ميت قرأ القرآن، وإذا سمع القرآن يهتز، لكن أفعاله في واد والقرآن في واد ثاني. رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. وقال الرسول يا رب يوم القيامة، الرسول يتكلم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كيف اتخذوه مهجورا وكل دولة فيها مسابقة للقرآن الكريم؟ كيف اتخذوه مهجورا ومساجد كثيرة فيها تحفيظ القرآن الكريم؟ كيف اتخذوه مهجورا أكثر ما طبع من كتب في العالم المصاحف؟ المسألة ليست طباعة مصاحف، وليست تلاوة قرآن، وليست سماع قرآن، المسألة اتباع القرآن. هل نتبعه؟ القرآن رسالة من الله. لو جاك خطاب من ملك من ملوك الدنيا تعلقه على الجدار بدون ما تقراه؟ أما أنك تقراه وتنادي الناس وش رأيكم وهذا ايش يقصد به الملك وذي ايش يقصد، حتى تفهم أبعاد الرسالة وتعمل بمقتضاها. القرآن رسالة من الله لي ولك وللأمة الإسلامية، ليس فقط يقرأ وينفث على الرأس والجسم، أو يقرأ على المرضى، أو يزين به الجدران، أو تزين به الأصوات ويطرب وهذا صوت فلان وصوت علان. لا، القرآن رسالة ليدبروا آياته. أفلم يدبروا القول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق الاتباع، أي أمر سمعنا وأطعنا نفعل، أي نهي سمعنا وأطعنا نوقف. هذا هو اتباع القرآن، هذه تلاوة القرآن. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها تبعها.